أنا اسمي الأنبا برام. الأنبا برام ابن زرعة. أنا كنت بابا الكنيسة زمان. الوقت بتاعي زمان حصل معجزة جميلة خالص، وعاوزكم كلكم تعرفوا. ابتدي حكايتي في يوم كنت قاعد بفكر، جالي واحد من عند حاكم البلاد. سلام يا أنبا برام. سلام يا ابني. أنا جاي لك من عند حاكم البلاد رسالة مهمة وهو عايزك ضروري في حاجة مهمة وخطيرة. فين الرسالة يا ابني؟ هي دي يا أنبا برام. وحاكم البلاد عاوزني في حاجة مهمة وخطيرة؟ أيوة يا أنبا برام. يعني أنا لازم أروح له وأقابله. حاضر يا ابني، ربنا يحافظ عليك وترجع للمكان اللي جيت منه. سلام يا أنبا برام. سلام يا ابني. حاكم البلاد بعت لي الرسالة دي وعاوزني في حاجة مهمة. يا رب ساعدني، أنا لازم أروح له دلوقتي، لازم أروح له. يا رب يسوع قويني إن أنا أقدر أوصل لحاكم البلاد. المشوار كان طويل قوي، بس هو خلاص قربت أوصل لحاكم البلاد. سلام لحاكم البلاد. ازيك يا أنبا برام؟ أنا دايما يا حاكم البلاد وأنا وبصلي لربنا بقول له دايما إنه يقف معاك وتبقى دايما في سلام وبخير وبصحة كويسة. متشكر يا أنبا برام، بس أنا كنت عاوز أقول لك على حاجة كده ممكن تكون صعبة عليكم شوية. اتفضل يا حاكم البلاد، قول كل اللي أنت عاوزه وربنا يساعدني. أنا سامع. في عندكم يا أنبا برام آية بتقول: لو كان عندكم إيمان مثل حبة الخردل وكنت لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هنا ينتقل. أيوة، الآية دي مكتوبة عندنا في كتابنا المقدس. طب إحنا بقى يا أنبا برام عاوزين ننقل الجبل دوت من هنا عشان مضايقنا لحتة ثانية. ننقل الجبل ده؟ صعب ولا إيه؟ مفيش حاجة صعبة على ربنا يا حاكم البلاد، بس أرجوك إنك تدينا فرصة 3 أيام والجبل ده هيتنقل. يا رب يسوع اقف معايا ومع كل الناس والمعجزة دي تحصل والجبل ده يتنقل. هنعمل ايه يا أنبا برام؟ انت عارف يعني ايه جبل يتنين؟ جبل يتنين؟ ازاي؟ هو طوبة ده جبل يا أنبا برام. وايه العمل دلوقتي؟ لو الجبل ده ما اتنقلش شكل الأيام اللي جاية دي أيام وحشة وصعبة خالص. راح فين إيمانكم يا شعب ربنا؟ نسيتوا إن ربنا واقف معانا من زمان؟ نسيتوا شعب مصر ما كان عايش مع فرعون اللي كان بيظلمه وبعت موسى القائد الشجاع علشان ياخد شعبه وينقذه من فرعون الظالم؟ نسيتوا يا شعب ربنا؟ نسيتوا دانيال ما اترمى في جب الأسود وربنا بعت ملاكه وأنقذ دانيال من الأسود والأسود ما عرفتش تعمل حاجة لدانيال؟ نسيتوا إن ربنا يسوع بيعمل معجزات ولحد دلوقتي بيعمل وهيعمل، زي ما شاف المولود أعمى اللي فضل طول حياته أعمى من هو وصغير، ولما شاف يسوع شفي وبقى يشوف. ربنا دايما بيحمينا يا أولادي، ربنا دايما محافظ علينا. احنا لازم نصوم 3 أيام. صمت أنا وكل الشعب 3 أيام. في اليوم الثالث تعبت قوي لدرجة إني كنت عايز أنام. كان ربنا محضر لي مفاجأة جميلة قوي. مين؟ العذراء مريم والدة الإله
مخلص العالم يسوع المسيح. سمع كل صلوات. أشكرك يا رب. اسمع يا برقام، انت هتقوم دلوقتي هتلاقي واحد اسمه سمعان الفراش، هو اللي هيساعدك. هتلاقيه معاه بره على ظهره وفيها ميه. ضر على ايده فيها ميه، هو ده اللي هيساعدني يا عذراء مريم. هو ده اللي هيساعدك، خليه معاك على اشكرك يا عذراء. سمعان، اسمع يا سمعان. ايوه يا ابويا. العذراء مريم ظهرت لي وقالت لي ان سمعان الخراز الطيب القديس هيجي يساعدك ويقف معاك عند الجبل، وهتحصل المعجزة باسم ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح. احنا لازم نصلي يا ابونا ابراهام ونقول امانا لازم باسم ربنا يسوع المسيح. اول ما نقول كيريا ليسون الجبل هيتنقل. نستنى حاكم البلاد وكل اللي معاه علشان يشوف المعجزة دي بنفسه، وكل الناس تقف علشان تقول معانا كيريا ليسون، وأكيد ربنا هيعمل المعجزة. يا رب يا يسوع اسمع مننا لما نصرخ ونقول كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم. كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم. ادي الجبل اتنقل يا حاكم البلاد زي ما انت عايز، وزي ما انتوا شفتوا يا اولادي المعجزة حصلت والجبل اتنقل. الجبل ده بقى اسمه جبل المقطم لانه هو بيتنقل اتقطم. بس عاوزكم في حاجة جميلة خالص، انكم كلكم تروحوا تحكوا لكل اصحابكم ولأهلكم في البيت عن معجزة المقطم وقد ايه ربنا ما سابناش ابدا، لان ربنا موجود واي مشكلة قدامنا مصيرها تخلص وتنتهي. ودلوقتي يا اولادي اقول لكم سلام، والرب يسوع لن يترككم.